السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود بحضراتكم فيما يخص الحرب الدائرة ما بين إيران والعدو الصهيوني، وسأتحدث عن مبدأ الأخوة الإسلامية. مبدأ الأخوة الإسلامية مبدأ مقدس، وخاصة في وقت الحروب ووقت الجهاد. فمبدأ الأخوة والوحدة الإسلامية مبدأ مقدس قرره القرآن وقررته السنة. لكن في هذه الحرب تعالوا بنا كما قلت نميط اللسان عن أولئكم الذين يعملون من داخل الجسد الإسلامي على تمزيق الوحدة الإسلامية والوقوف ضمنا مع العدو الصهيوني. وكما أسلفت في الحلقتين الماضيتين قلت بأن العاملين على تمزيق الوحدة الإسلامية هم صنفان داخل الجسد الإسلامي: الصهاينة العرب ثم الوهابية المتخاذلة. واليوم سأضرب لكم مثال عما جادت به قريحة هؤلاء من أتباع المذهب الوهابي في بلاد المغرب الأقصى. شخص، لا أقول شخص وإنما أقول رجل يدعي العلم، هو رشيد نافع من العدوتين، ربما هو من سلم. حضرت له دروس عديدة هنا في أوروبا حينما تستدعيه المساجد في الأيام المفتوحة للمساجد أو في مناسبة أخرى. حضرت له، ولكن الذي أثار اهتمامي هو أنه يتحدث بلغة إقصائية، بلغة وهابية كلاسيكية معتادة بالتكفير. فقال في آخر مخرجاته الإعلامية: اللهم احفظ أمتنا من الروافض والشيعة والمجوس، ومتحدثا عن إيران ومتحدثا عن هذه الحرب. فيعد إيران وأهل إيران مجوس. مصيبة. انظروا كما قلت لكم، انظروا ما جدت به قريحة الوهابية. فهي في 7 أكتوبر في حرب في الجهاد في غزة ضد اليهود أيضا ضربوا المجاهدين ضربة وراء العنق، واليوم أيضا يضربون المسلمين في إيران بهذه الضربة. ولكن هؤلاء القوم يخرج لا يتلثمون، بل عدم الحياء هي وصمة على جبينهم حينما يعلو صوت الجهاد. يدعي رشيد نافع بأنهم مجوس. سأقول لك كلمة يا أخي مع كامل الاحترام لسعادتك: إن الأزهر الشريف وقاماته العلمية العظيمة تعتبر الشيعة مسلمون رغم الخلافات التي بيننا. فيهم ابتداع كثير، ومنهم المتطرفون الذين قد يخرجون عن ملة الإسلام، لكن غالبية الشيعة ليسوا من هؤلاء، ونحن يجب أن نعاملهم بالعدل، وإنهم في حرب مع اليهود، ومن واجب المسلمين أن نقف معهم كما قال الشيخ العلامة أحمد الريسوني الذي يشهد له بالعلم. وإني أذكرك يا راشد نافع، لما ألف سلمان رشدي كتابه آيات شيطانية، من الذي وقف في وجهه ووقف في وجه البلاد التي تحتضنه والتي تحميه، وهي بريطانيا؟ إنه الخميني قائد الثورة الإسلامية في إيران. إن الخميني في وقته حكم بالإعدام على سلمان رشدي، وبالتالي تطورت العلاقات الإيرانية البريطانية إلى أسوأ وقطعت العلاقات. إذن فمن الذي دافع عن القرآن؟ والذي قال بأن القرآن غير منقوص؟ إنه الخميني، إنه من الشيعة. آيات شيطانية ألفها سلمان رشدي، قال بأن القرآن تنقص منه آية
مذكور فيها: وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. من الذي وقف في وجه هذا الإنسان الذي يدعي تحريف القرآن؟ الخميني، الشيعة. وإني أتذكر من أكبر المحدثين في دار المغرب وقتها الشيخ العلامة عبد العزيز بن الصديق الغماري في مسجد المحسنين بطنجة، قال وهو يتحدث عن هذه القضية يقول: الخميني رضي الله عنه وقف في وجه سلمان رشدي. إذن كيف أنت في واد، وعلماء الأمة في واد، مذهبك في واد، أنتم خطر على الأمة. وتقول أيضا بأن إيران قتلت وسفكت أطفال المسلمين في لبنان وفي العراق وفي سوريا. نعم، كانت هناك حرب طاحنة، لا أقول بين أهل السنة كما تدعي بين أهل السنة والشيعة، أبدا. أهل السنة بريئون تماما من تلك الحرب. إنها كانت حرب بين الشيعة وبين الخوارج. داعش تمثل أهل السنة؟ أبدا. إذا كنت تقول بأن داعش تمثل أهل السنة فذلك خطر، ولكنك لا يمكن أن تصرح بذلك أبدا، إنهم خوارج. إذن أهل السنة ما كانت لهم لا ناقة ولا جبل في تلك الحرب. ثم أقول لك: إذا كانت هذه الحرب قد دارت، أليس الأجدر بنا أن تعود العلاقات بيننا؟ الحرب انتهت، وبعدما وقفت تلك الحرب الدامية ألا يجدر بالمسلمين أن يتصالحوا؟ هذا ما قرره القرآن. أنت تقول لا ننسى. كيف ننصر هؤلاء الذين قتلوا الأطفال هنا وهنا في لبنان وفي سوريا والعراق؟ إذن أنت تذهب في تيار غير المسلك القرآني الرباني الذي قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وبعد الإصلاح تكون العلاقة طبيعية. ثم أقول لك سيدي: ألا تعلم بأن الوطن العربي ما من دولة إلا وقاتلت جارتها، وخاصة في القرن العشرين. الجزائر اقتتلت مع المغرب في معركة مقالة وغيرها. أنت لا تتذكر حينما ذهب السادات إلى كامب ديفيد القذافي غضب وجمع بعض الحشود العسكرية للحدود وأراد أن يقاتل مصر، لكن مصر ضربته ضربا ثم عادت العلاقات إلى طبيعتها. وأيضا وريثة الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية المريضة، أيضا الآن في علاقة طبيعية مع السعودية. والسعودية أيضا كانوا قد قاموا بثورة انفصالية عن الدولة أو الخلافة العثمانية. إذن هذا المسلك طبيعي بين الأمم، كيف تقول لا ننسى ذلك؟ وأعود بكم أيها الإخوة الآن إلى مهرج آخر مع كامل الاحترام لسعادته، إنه الشيخ النهاري ما زال يتحدث بلغة كأنه يحكي السردية للدولة العربية التي يعلم من الصغير ومن الكبير عداءها لإيران. كيف هذا الإنسان ما زال يتحدث عن الأهواء، عن بلاد الأهواز في جنوب إيران، ويتحدث عن مسائل سياسية، وحين المسلمون لا بد أن يقتتلوا ولكنهم أمة واحدة. فلماذا تخرجون إلينا في هذا الوقت الذي نحتاج فيه إلى الوحدة الإسلامية لنقاتل اليهود؟ أنتم تضربون الأمة من الظهر. أذكركم يا رشيد نافع ويا النهاري، هل سمعتم خوسي ماريا أزنار الرئيس الأسبق لإسبانيا قال: لو انهزمت إسرائيل فإن الجهة الجنوبية لأوروبا في خطر، ولذا يجب علينا نصرة نتنياهو. إذن أنا أسألكما
أسألكما يا الشيخ نافع رشيد نافع ويا الشيخ النهاري، ما هو الجمع المشترك أو القاسم المشترك ما بين نتنياهو الصهيوني اليهودي وخوسيه ماريا أزنار المسيحي الكاثوليكي؟ ليس هناك أي قاسم مشترك بينهم، بل هناك العداء التاريخي والعقدي بينهما. ورغم ذلك هم آثر خوسيه ماريا أزنار أن ينصر إسرائيل. وأنتم بينكم وبين الشيعة قول لا إله إلا الله محمد رسول الله والقرآن والنبي وأركان الإسلام وأركان الإيمان وكل شيء والحلال والحرام، ولا تريدون أن تكونوا معهم. أقول لكم فقط لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا القاسم المشترك بيننا وبين الشيعة، لا هذا يكفي. حديث البطاقة يدلنا على أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لو وضعت في كفة تطير كل الذنوب كما جاء في الأحاديث. إذن ما لكم تسلكون مسلكا غير مسلك الإسلام؟ بالله عليكم أن ترحلوا، أن تقوموا بترحيل هذه الخطابات عنا، فالمغاربة والعرب ليسوا أغبياء حتى يسمعوا كلامكم. أحييكم.